بسم الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم على اله واصحابه اجمعين. امين امين امين. بحبكم في الله. اتمنى من الله عز وجل ان تكونوا بافضل حال جميعكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه يا اغلى الناس على قلبي، اغلى الغاليين كده؟ ما شاء الله الفراخ تمت 30 يوم. بسم الله ما شاء الله الحجم كويس بالنسبه للجو ده. زي ما قلنا فراخ الصيف تختلف تماما عن فراخ الشتاء. تمام. بسم الله ما شاء الله هم حلوين. طبعا ادام ازيد من كيلو ونص داخلين في 2 كيلو يبقى بسم الله ما شاء الله حلوين حلوين يعني. تمام. خاصه ان انتوا عارفين ان انا في تهويه عندي، اللمبه شغاله ما شاء الله زي الفل. واوقات بحط لهم دفايه. تمام. لما يكون في الشتاء القارس هجيب لكم دفايه بحطها لهم ازاي. بس انا عايزه اقول ان انا عشان تمت 30 يوم وهم تموا قصدي 30 يوم كده شهر من عمرهم هبدا اخلط لهم الاكل. ماشي تمام. بس قبل ما اخلط لهم الاكل على الميه لازم ده. ماشي. دي انا ملياها طبعا خل. انا عامله خل في البيت زي ما انتم شايفين وعارفين قبل كده. انا بحط لهم الخل على الميه لازم لازم لازم. حابه تحط ليمون ماشي. بس بسم الله ما شاء الله طبعا بيعمل تهيئه لتغيير العلف والكلام ده. انا مش هحط العيش دلوقتي لسه ما طحنتش العيش الحقيقه. انا حطيت اسمه ايه ده، دشيش. ماشي تمام. دشيش اهوت. بسم الله. ادي دشيش اهوت حطيته على العلف وايه بياكلوا بسم الله ما شاء الله. يبقى دشيش على العلف ده مده يوم او حاجه. يعني انا لو كان عندي بس العيش طحناه انا كنت حطيته عادي. بس هو كل ما في الموضوع ان انا الحقيقه لسه ما طحنتش فانا حطيته اهو. بسم الله ما شاء الله بياكلوا زي الفل. تمام. لحمهم احمر من الحاجات اللي انا ما شاء الله بحطها كتير جدا جدا جدا. لحمهم باين من الجو. خدوا بالكم ده اساسي يعني. خلينا كده ايه واقعيين. تمام. كنت عايزه اقول ايه تاني. هجيب لكم الدفايه بس بقول لكم الخل اساسي. حابه خل وليمون ماشي. حابه تعملي العلف على الدشيش ماشي مفيش اي مشكله. تمام. اجيب لكم بقى الدفايه اهيت. هي دفايه يعني بسيطه اللي هي كانت مش عارفه كانت بكام، اقل من 100 جنيه. بس الحاجه بتدفي ما شاء الله حلوه جدا جدا جدا. طبعا ايه بعلها لهم شويه وفي الاوقات الجو الصعب قوي بحطها لهم ما شاء الله بتدفيهم مع اللمبه مش بطفيها هي مع اللمبه بحطها كده. تمام. كل ما في الموضوع ان الدفايه بس بتعمل لهم تهيئه لان انتوا عارفين الجو متفتح في البلكونه على قد ما هو مستغطي شويه من الستاير والكلام ده. بس مهما كان هوا فالدفايه بتدفيهم. تمام. بس بعملها بالليل قوي عشان ما ينفعش لازم تفصلي بين الشمس التهويه الطبيعيه والتدفئه الطبيعيه وبين سبحان الله الحاجات الصناعيه اللي انت بتعمليها. تمام. عشان يحسوا ان في صبح وليل وشمس ونهار وحاجات من دي. تمام. دي حاجه. تاني حاجه عشان التدفئه مفيش اجمل من التدفئه الطبيعيه. التدفئه الصناعيه دي عوامل بس. يعني انت لو عندك مكان مغلق مش هتحتاجي اي حاجه. يبقى ده تدفئه بجانب التدفئه الطبيعيه اللي هي الشمس. بسم الله ما شاء الله اهوت يا بنات زي ما انتم شايفين الوضع قدامكم اهوت ما شاء الله زي الفل. كده ما شاء الله الحاجه بدات تبان قدامكم كده. قدامهم حوالي اسبوعين ان شاء الله وابدا اذبح منهم. هما ينذبح منهم عادي بس انا بحب اخليهم ينشفوا شويه. لما ينشفوا معاكي يبقوا اهم، يبقوا اوفر، يبقوا احلى. لحمهم كمان عشان تغيير مرعى وحاجات من دي. فكل ما في الموضوع ان انتي بالنسبه لحبيبه قلبي اللي قالت لي الحجم مش جاي معاها، هو والله اقسم بالله انا ما بحط حاجات بخلاف اللي انا بعملها معاكم اقسم بالله. فمش عارفه هو مش جايب معاكي ليه. الا اذا انت كنت بتحبي التحصينات او الكلام ده فهاتي زي ما انت متعوده. بس انا بالنسبه لي مش حابه يعني التحصينات والحقيقه مش بستعملها. او بسم الله ما شاء الله الاحجام قدامكم هي الطبيعيه وزي الفل. ان شاء الله كده هم تموا 30 يوم زي ما قلت لكم اسبوعين ان شاء الله وابدا ايه ادبح فيهم. لو حابين دوره تانية قولوا. لو حابين ساسو انا نفسي اجيب ساسو الحقيقه. انا بجد بجد نفسي اجيب ساسو. وفي كتير بيبقوا عايز نجيب ساسو. والسمان انا موصيه عليه عشان برضه ايه ما تزعلوش مني. السمان بسم الله ما شاء الله انا موصيه عليه. وتاكلون بعد جوع وتشربون بعد عطش. لازم لازم لازم. الخل اساسي. عندك ليمون حطي، عندك بصل وثوم حطي على الاكل. اي حاجه انت ما شاء الله حرة نفسك وانت متكيفه مع نفسك اهو. بسم الله ما شاء الله الحاجه قدامكم زي الفل. انا بحبكم جدا في الله. استنوا ان شاء الله فيديوهات جديده وجميله زيكم والسلام عليكم.
يا رب صل على النبي وسلم عليه، خلي دعايا ولفتي